بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قلنا نصبح عليكم كده بفيديو بسرعة كده حي على السخان عشان خاطر الناس اللي هي بيغسل موتوره بايده او بيروح المغسله يغسل الموتور او الكلام ده كله، فكل ده بيقلب عليه بحاجات بعد كده بعد ما يخلص غسيل يلاقي المكنه نتشت، قعدت تقطع، غيبت في الدواره، تضرب مدافع، الكلام ده كله حاجه بسيطه خالص. عود نفسك بعد ما تغسل موتورك، ان كنت هتغسل بميه انت او ان كنت هتروح مغسله تغسل، يعني انت لو غسلت الموتور بميه تمام على ايدك في جراشك اعمل اللي انا اقول لك عليه. لو انت غسلت في المغسله وانت في المغسله برضو اعمل اللي انا اقول لك عليه قبل ما تدور مكانتك عشان تمنع عندك التقطيعه والتنتيشه وما تدخلكش مشاكل كهرباء كتير. تمام. طيب ايه هي اللي انا اقول لك عليها؟ لايك وشير ومتابعه للصفحه. حلو كده؟ تمام. تعالى بقى معايا واحده واحده كده. طبعا احنا رحنا غسلنا ماشي، غسلت موتورك وظبطت الدنيا، ما فيش مشكله بالمباين، خلصت غسيل المباين طلعت الكهرباء، ما عنديش مشكله خالص. تمام. طيب اهم حاجه عندك بعد ما تخلص تعمل ايه؟ الفيشه اللي جوه ده اهي، ده اهي تمام، دي فيشه بتاعه الكهرباء اللي واخده نص الموتور، نص كهربة الوراني، نص كهربة المكنه من ورا، الفيشه دي تمام. لو الفيشه ديت بيخش فيها ميه من الغسيل من مطرح الفيش دي تمام، او من مطرح الكليبس او من ورا من هنا تمام كده. طيب الفيشه ديت لما بيخش فيها ميه بتعمل ايه؟ بتعمل عازل بين الكليبسات وبعضها، فتقوم تخلي المكنه تعمل معاك برجله، تضرب مدافع، تقطع في المشي، تقعد تتفتف معاك، تغير في الدواره، تدور تبطل، تعمل لك مشاكل جامده. طيب اعمل ايه بعد ما اخلص؟ خلصت غسيلك وتمام التمام، لو ما لفتش عليها كيسه هنا ممكن تلف عليها كيسه بلاستيك ولا حاجه عما تخلص غسيل. طب لو ما لفتش ممكن تروح فاصل الكليبس من هنا هتفصله عادي. تمام. خليك معايا واحده واحده. طبعا المكن ده اكمن بيبقى الفيش بقالها فتره جامده ما طلعتش، فبتبقى قفشه زياده عن اللازم. طبعا انت بتروح ايه نافخ بالهواء مطرح الكليبسات من جوه، هي طبعا عشان من السخونيه والكلام ده كله سايحه على بعضها، فانا مش عايز اقرص عليها عشان ما يكسرهاش. تمام كده. هتشيل الفيشه ديت من هنا من بعضها، بيبقى لها كليبس صغير كده، شفه صغير، هتطلعها وتشد دي من بعضها، تنفخ هنا وتنفخ هنا وتنشف الفيشه مظبوط. تمام. وبعد كده تروح مقفل، هتمنع معاك كهربتك على طول، هتمنع معاك التقطيعه وتمنع معاك التنتيشه ومش هتعمل معاك اي حاجه تاني. ديت لابد لو مكانتك بعد ما بتغسل او خايف تخش تغسل في المغسله بسبب الكهرباء اللي ورا. في ناس كتير بتقول لك انا ما بغسلش اصلا عشان خاطر الكهرباء عندي بتبهدلني. الفيشه اللي انا بقول لك عليها دي تمام، ده بالنسبه للموديلات الجديده. الموديلات القديمه كل مشكلتك في الفيشه بتاعت اللي هي بتبقى في علبه الكهرباء بتاعت الاكتفار، الفيشتين بتوع الاكتفار اللي ورا بعض اللي هي الكبيره والصغيره، واحل بيبه البيجو من هنا، ده للموديلات القديمه، احل بيبه البيجو من هنا كده تمام، وانفخ مطرح البيبه وانفخ مطرح السلك واركب تاني، لان في ميه بتخش بتبقى قافله على البيبه. طبعا مش كل واحد عنده الجلده ديت بتبقى مغطيه على البيبه ولا حاجه. تمام. فاحنا بنتكلم على الموديلات القديمه، يبقى كده الموديلات الجديده قلنا لك والموديلات القديمه قلنا لك. حط صبعك على اللايك واعمل لايك للصفحه.